السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض كفتة داوود باشا. الكفتة العبقرية اللي طعمها رائع جدا جدا جدا. هعملها بالطريقة الأصلية بتاعتها بدون أي افتكاسات وبدون أي بهارات أو توابل غريبة عنها تغير من طعمها. هي دي التوابل بتاعتها بس اللي هقول عليها، لأن هي دي فعلا الطريقة الأصلية القديمة بتاعت كفتة داوود باشا. ودي على فكرة أكلة تركي من العصر العثماني. نبدأ بسم الله ونشوف الطريقة. بس قبل ما نبدأ، لو مش مشتركة في القناة اشتركي وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنسيش اللايك. اول حاجة معايا بصلة متوسطة، ودي نص حزمة بقدونس انا واخدة منها الاوراق بس. هنحط البصل في الكبة مقطعه كده، طبعا هضربه ناعم جدا جدا. هديله الاول كده ضربتين لوحده وبعدين هضيف البقدونس. وهنا انا مش هصفي البصل من ميته ولا حاجة، لان مجرد ما بتحطش عليه البقدونس وتضربيه معاه البقدونس هيمتص كل المية اللي في البصل، فمش محتاجة انك تصفيه. ومعايا هنا نص كيلو لحمة مفرومة فيها نسبة دهون طبعا عشان ما تفكش منك. اضيف عليها البقدونس بالبصل والبهارات بقى بتاعتي. ملح طبعا حسب الرغبة، فلفل اسود، كزبرة، رشة كمون، رشة شطة صغيرة، ودي اختياري، والسبع بهارات او بهارات اللحمة. هي دي بس البهارات اللي هحطها. وبنقلبها ملح، كويس فلفل، جدا. انا مش سبع بقلبها بهارات يعني او بهارات بتعجنيها لحمة، حلو كزبرة قوي ناشفة، عشان كمون، تتسمغ معاكي كده، وشطة طبعا وكل اختياري. المكونات هعجنها كويس جدا، انا هنا مش تختلط بقول ببعض حلو هقلبها، قوي. انا انا هعجنها كأني دخلتها بس بعجن التلاجة عجينة 10 دقايق بالدقيق ربع كده، ساعة لغاية ما عقبال ما تبقى اجهز باقي الحاجة فيها زي معايا. شدة كده وده شوية. طبعا بيديكي نتيجة افضل. شايفين عجنتها كويس جدا، والبقدونس هنا مش باين قوي. انا شايفة افضل انك تضربيه في الكبة مع البصل عن ما تقطعيه ويبقى باين كده في الكفتة. وطبعا البقدونس انا باخد اوراقه بس. هنا صينية هفرشها من تحت دقيق بسيط كده، وايدي حطيت فيها نقطة دقيق صغيرة، وهكور الكمية دي كور صغيرة. يعني هحاول بقدر الامكان اخليها مقاس واحد. وانا بكورها هضغط عليها كده عشان ما تفكش مني، يعني احاول اني في ايدي كده اعجنها شوية وبعدين اكور. خلصت الكمية هعمل الحركة دي. مش هحط بقى دقيق فوق ودقيق تحت، لا، هحاول احرك الصينية كده بالكفتة لغاية ما كل واحدة فيهم تتغلف كويس بالدقيق. والدقيق هنا لو حد قال لي ايه اهميته، هو بيدي قوام للصلصة، بيخليها تقيلة، وفي نفس الوقت بيخلي الكفتة ما تتحرقش ولا تلزق منك في الطاسة. شوية زيت على سمنة كده وأي مادة دهنية يسخنوا، وهنزل بالكفتة دي وهحطها وهي كده متغلفة بالدقيق، ومش هحركها خالص الا يعني بعد دقيقة كده او دقيقتين، لما احس انها خلاص اتغلفت من تحت وخدت لون، وهي سابت الصينية او سابت الطاسة اللي بعملها فيها. زي ما انتوا شايفين، لو حركتيها اول ما تحطيها اساسي هتلزق منك وهتبقى قطعة بقى وكده. كام تقليبة كده على النار، هي خلاص طبعا كده دخلت في السوا. يعني انا قلبتها حوالي 5 دقايق على كل الاتجاهات وخدت اللون الحلو ده. هطلعها في طبق. وشايفين بقى الصوص اللي تحت ده، هو ده بقى اللي هيديني احلى صوص واحلى صلصة للكفتة. ده عبارة عن سمنة على زيت على اللي هو البهاريز بقى بتاعت الكفتة على دقيق. فده هيديني طعم حلو قوي للصلصة او الصوص بتاع الكفتة. هطلع كمية الكفتة كلها بالشكل ده، وفي نفس الطاسة هنزل ببصلاية متوسطة مقطعاها قطع متوسطة. هنزل بيها، مش هتتحمر، مجرد بس ما تدبل معايا وتاخد لون ذهبي كده. هنا هنزل بنص معلقة توم مفروم واقلبه مع البصلة. ومجرد اني اشم ريحة التوم مع البصل كده، هنزل بمعلقة ونص او معلقتين صلصة، اللي هي الصلصة المعلبة الجاهزة.
ودي بتدي لون وقوام حلو قوي وطعم للكفتة. وبمجرد ما الصلصة المادة الدهنية تطلع على الوش كده، هنزل بكوباية وربع تقريبا عصير طماطم. تقدري تزودي لو عايزة الصوص يبقى كتير بتاع الكفتة. وطبعا طالما في صلصة وطماطم، نزلت بمعلقة صغيرة سكر وقلبت شوية، وبعدين ضفت كوباية مية عشان طبعا تعادل حموضة الصلصة. واول ما غليت ضفت نفس البهارات بتاعتي اللي حطيتها على اللحمة، اللي هي ملح وفلفل وكزبرة وكمون وشوية شطة، وزودت كمان مكعب مرق دجاج، وقلب كويس قوي. وزي ما قلت لك انت تقدري تتحكمي في الصوص بتاع الكفتة. انا عامة بحبه تقيل شوية، ما تبقاش يعني عايمة فيه كده. مجرد ما تسبكت الصلصة بتاعتي، ما تسبكتش، غليت كام غلوة كده، هحط الكفتة واقلبها واوطي النار عليها جدا. اهدي النار قوي عليها واغطيها واسيبها تكمل سوا في الصلصة دي. هغطيها واسيبها تكمل سوا تقريبا 10 دقايق. فتحت عليها زي ما انتم شايفين الصلصة حجمها قل وبدأت انها تتسبك مع الكفتة كده. وطبعا شايفين الصينية من تحت ما فيهاش اي حاجة كانت لازقة نتيجة الدقيق او كده، كلها طلعت في الصلصة ودي الطعم حلو جدا. خلاص كده هي بالظبط دقيقتين وهطفي عليها، ما بتاخدش على النار اكتر من 10 دقايق لانها مستوية نص سوا. وطبعا النار هادية جدا. خلاص هي كده جاهزة معايا. لون الصلصة حلو جدا والكفتة استوت وريحتها في منتهى الجمال. هبدأ خلاص اغرفها في طبق التقديم. وزي ما قلت لكم انا بحبها الصوص بتاعها على قد الكفتة، ما تبقاش زي الحاجة الطبيخ او كده او الخضار يبقى عايم في الصلصة. هي الصلصة بتاعتها حلوة اهي وتقيلة وطعمها في منتهى الجمال. دي جنب طبعا شوية رز ابيض، رز بشعرية، جنب شوية مكرونة بيضة تقدري تاكليها بالعيش. طعمها في منتهى الجمال. وزي ما قلتلك دي الطريقة الأصلية لكفتة داوود باشا. هتلاقي طعم اللحمة في منتهى الجمال، وطعم اللحمة باين قوي كده وانتي بتاكليها. البهارات ما غطتش على طعم اللحمة واديتك حاجة تانية كأنك بتاكلي أكلة تانية خالص. لا، هو ده الطعم الأصلي بتاعها وهي دي الطريقة الأصلية. أتمنى تكون عجبتكم الوصفة، ولو عجبتكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، واشوفكم في وصفة جديدة.